في قلب الواحات وسط صمت الصحراء واقف تمثال حجري ضخم، محدش يعرف مين نحته ولا بيعود لعصر ايه. الناس هناك بيسموه حارس بوابة الغرب. والليلة دي اللي بيتقال فيها الاسم ده لازم تكون الدنيا ليل، لأن الأسطورة بتقول إنه ما بيصحاش غير بعد الغروب. أول حكاية اتسجلت عنه كانت من رحالة مروا بالمنطقة من 100 سنة، قالوا إنهم شافوا التمثال من بعيد ثابت، لكن بمجرد ما قربوا حسوا برجة خفيفة في الأرض، وبعدين صوت حجر بيحتك بحجر كأن حد بيحاول يتحرك ببطء. والأغرب لما صوروه لقوا التمثال في الصورة واقف بزاوية مختلفة عن اللي شافوه بعينيهم. تاني يوم مصور محلي حاول يوثق الظاهرة، التقط 4 صور وكل صورة كأن الظل بتاع التمثال في اتجاه مختلف تماما، رغم إن الشمس ثابتة. من ساعتها بيتقال إن التمثال ده مش مجرد